بعد سلسلة من المحاولات، تمكنت المملكة المغربية أخيراً من الفوز بحق استضافة كأس العالم 2030 بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم نجاح الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال. يعتبر هذا الانتصار حدثاً تاريخياً في عالم البطولات الرياضية، حيث ستتمتع هذه النسخة بتفردها، إذ ستبدأ في قارة وتنتهي في قارتين مختلفتين. ومع استضافة هذا الحدث العالمي، تأتي الفرصة للبلدان المضيفة لتحقيق فوائد اقتصادية هائلة، لا سيما في مجالات السياحة والخدمات والبنية التحتية وغيرها، والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً كبيراً وتعزيزاً للاقتصاد المحلي في هذه البلدان. يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تنظيم المملكة لحدث عالمي مثل كأس العالم لا يمكن أن يكون إلا نافعاً للاقتصاد الوطني ومستويات التنمية، خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة وتوفير فرص العمل للشباب. كما يوضحون أن المزايا الاقتصادية لاستضافة كأس العالم ستظهر على مدى عدة مراحل. ومن المتوقع أن تشهد المملكة خلال السنوات الست المقبلة تسريعاً في تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الرياضية والسياحية، بالإضافة إلى المشروع الكبير المتعلق بتسريع إنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة الذي سيربط الدار البيضاء وأكادير. ويرى البعض أن هذه المشاريع ستعزز قطاعات اقتصادية متعددة وستوفر آلاف فرص العمل، مما يشكل دعماً هاماً للاقتصاد المحلي وتعزيزاً للنمو والاستقرار. يعتقد مصدر اقتصادي أن تنظيم كأس العالم في المغرب سيجعل البلاد وجهة سياحية مغرية وغنية بالمعالم الجذابة للسياح من جميع أنحاء العالم، مما سيعزز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لنفس المصدر، فإن السياحة حالياً تسهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 30% بعد تنظيم كأس العالم، حيث يتوقع أن يستقبل المغرب 26 مليون سائح بحلول عام 2030. يرى محللون محليون أن المغرب ينبغي عليه الاستفادة من هذه الفرصة لعرض إنجازاته في صناعات مختلفة مثل صناعة السيارات والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والهيدروجين الأخضر، وبذلك يمكن استقطاب المزيد من الاستثمارات. وتبلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي حالياً أقل من 0.5%، مما يجعل ضرورة تعزيز القطاع الرياضي واضحة. لذلك يشدد المحللون على ضرورة تعزيز المنظومة الرياضية بأكملها، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى ما بين 2 و3%. يمكن التأكيد أيضاً على أهمية هذا الحدث في تطوير الإعلام الرياضي والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية لمواكبة الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة في المملكة. وقد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة تابعة لمجموعة الشركة العامة للمغرب آثار تنظيم كأس العالم في المغرب على المستوى المالي والاقتصادي. ووفقاً لهذه الدراسة، سيتطلب تنظيم هذا الحدث استثمارات تتراوح بين 50 و 60 مليار درهم، يتم توزيعها على بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب وتكاليف التنظيم العام. وبحسب نفس المصدر، ستقدم الدولة تمويلاً بقيمة 23 مليار درهم، بينما ستساهم المؤسسات العمومية أو الحكومية بمبلغ 17 مليار درهم، ومن المتوقع جلب 10 مليارات درهم من مصادر أخرى. وستتوزع هذه التكاليف على بناء وتحديث الملاعب بميزانية تقارب 17 مليار درهم، 8 مليارات درهم لبناء وتجديد مراكز التدريب، 17 مليار درهم ستخصص لتطوير شبكات النقل والبنية التحتية، 10 مليارات درهم تكاليف التنظيم المشتركة بين الدول المنظمة لهذا الحدث. ووفقاً للدراسة، يعتبر تنظيم كأس العالم فرصة ذهبية لتحفيز عدة قطاعات اقتصادية في المغرب، حيث سيستفيد قطاع البناء من مشاريع ضخمة ستدفع بالنشاط والانتعاش لدى المقاولات والشركات المحلية، مما سيسهم في توفير آلاف فرص العمل وتعزيز نمو عدة قطاعات. وتوضح الدراسة أن القطاع السياحي سيستفيد من تدفق السياح خلال السنة التي تنظم فيها المسابقة والسنوات التالية، مما سيزيد الطلب على الفنادق والخدمات السكنية.
وتتوقع توفير 100,000 سرير إضافي وتحقيق عائدات تصل إلى 120 مليار درهم. أما بالنسبة للقطاع البنكي، فسيستفيد عبر الزيادة في تمويل مشاريع البنية التحتية، مما سيعزز القطاع المصرفي ويزيد من الاستثمارات في المشاريع الكبرى. ومن المتوقع أن تشهد شركات الاتصالات زيادة في حركة المكالمات ونقل البيانات، إلى جانب الاستثمار في توسيع البنية التحتية وتطوير تقنية الجيل الخامس. يؤكد خبراء الاقتصاد أن تنظيم المونديال فرصة مهمة يجب استثمارها لتحقيق تنمية حقيقية وتقدم اقتصادي للمملكة، مما سينعكس في النهاية على مستوى الحياة اليومية للمواطن المغربي ومستوى عيشه.